بيننا، والحب والإخلاص يجمعنا، وكلمات الله تنير طريقنا. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين إمام المؤمنين شفيع المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا ويسعدنا نحن طالبات الصف الخامسين أن نقدم لكم برنامجنا الإذاعي لهذا اليوم. لنقف وقفة عز وفخار بحيث جعل التحية تختلف به. ومع يا عبد الله يا يدوم لكم معلم بيتنا كل خير نتعلم الله الوطن الملك السجية واحد اثنين. شكرا طالبات الكشافة وشكرا للمسلمين. والآن مع آيات عطرة من الذكر الحكيم تتلوه على مسامعكم الطالبة حلا. الآن الجميع ننصت خاشعين لآيات الكريمة من القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العظيم. حيوا الطالبة، برافو، شكرا على هذا الأداء الراقي. والآن مع حديث شريف والطالبة خديجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. استقرتوا. شكرا. حيوا الطالبة. مشاركة أيضا في السؤال من الطالبة هبة، الطالبة المتميزة من الصف الأول باء، أيضا تشاركنا بحديث شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، كل في يمينك وكل مما يليك. تنسين وحيوا هبة. شكرا يا هبة، يعطيك العافية. شكرا. صدق رسول الله. والآن مع فقرة حكمة اليوم والطالبة جودي. حكمة اليوم: لا تعبدوا الله كيعطي بل اعبدوه كي يرضى، فإذا رضي أدهشكم بعطاء. بارك الله فيك. شكرا يا هبة. والآن مع فقرة وطنية والطالبة ألمى. إن الوطن هو ذلك الحب الذي يبنو في قلوبنا منذ الولادة وحتى الممات. إن الوطن هو الأرض الذي يحتوينا ويضمنا بكل حب وحنان، حيث الدفء وجمال المناظر الخالدة. وطني يحن إليه كل مغترب ويحتمي به كل مغترب ويحتمي به كل من يشعر بالخوف. حماك الله يا وطني من كل سوء. شكرا، يعطيك العافية. والآن مع كلمة عن المعلم تلقيها عليكم الطالبة روعة. تحية شكر. تتناثر الكلمات حبرا وحبا على صفاح الأوراق لكل من علمني ومن أزال غيمة جهد مررت بها برياح العلم الطيبة، لكل من أعاد رسم ملامحي وتصحيح عثراتي. أبعث تحية شرف واحترام لكل معلمات الغالية. شكرا، يعطيك العافية. والآن مع فقرة هل تعلم والطالبة رسالة. هل تعلم أن من سهر طريقا إلى العلم سهل الله طريقا
طريق إلى الجنة؟ هل تعلم أن من مات وهو في طريقه إلى سبيل العلم كأنه مات على شهادة؟ هل تعلم أن الملائكة تظل تستغفر طالب العلم حتى ينتهي من درسه؟ هل تعلم أن فضل العالي على الناس بفضل القمر في ليلة مظلمة؟ هل تعلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء في علمهم وشكرهم؟ حي الطالبات. شكرا. وقد تناول الشعر العربي الأمل والطموح من أوسع أبواب الحب والتقدير، وفي ذلك نتعرف على باقة من أجمل القصائد والطموح بلسان زميلتنا ميرا. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إذا نام ذرا في دجى الليل فاسهر، وقم للمعالي والعوالي وشمر، وخلي أحاديث الأمان فإنها علالة نفس العاجل المتحير. شكرا. حي الطالبة. وفي الختام ثواني بس. الصف الأول الثالث وجميع المعلمات بلا استثناء وجميع الكادر، لكن اليوم كان في انضباط ما شاء الله بين الطلاب وطابور أفضل من كل يوم. طبعا إن شاء الله عقبال الجميع نضل ملتزمين هيك وللأمام إن شاء الله. الانتصار. حيوا المعلمات كلهم، حييهم على أدائهم اليوم الراقي والمتميز. شكرا. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم. كانت معكم أنا مقدمة الإذاعة لزين فارس ونخبة من طالبات الصف الخارجي بإشراف المعلمة المتألقة آمال فرحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شكرا يا مس أمل فرحان. بنحيي أمل فرحان، بنحيي الطالبة لجين وجميع طالبات الصف الخامس على روعة هذا البرنامج وروعة الأداء. شكرا يا لجين. شكرا يا مس